كون كتسمعوا باش نوض انا وندير حرب في الفيسبوك ولا على المنصات ونبدا نتعاطى بحال اللي جالسه في الحمام، عيب وعار وحشومه. هضروا لنا اللي غيدير قناه يهضر على صميم الموضوع، باش يدخل فلان قال لي فلان ما قلت له فلان قال لي فلان قلت له داكشي كله. الا غدوي على التهامي حلل وناقش. نعم وتجرد على ذاتك وقول لي قال شي حاجه ضد راسو، راه نخيض انا في الملف ديال التهامي لان تيكون عنوان التهامي بناني فعلا. هذا لو كنا غادي فهمتيني. هذه رسالة فهمت. نخليو الجوهر ونخيضوا في التفاهات، راه تميعت مساله سالت ما بقاتش عليها كاع الهمه ديال القضيه. نعم نعم. خصها تكون قضيه ديال الراي العام، خصها تعالج بعقول نيره، ماشي بعض الكلام اللي هو ساقط. المحتفلات ديالنا والام حياتنا نديروا فيها الويل الطويل والولاد ديالها وعائلتها والسيده محاميه والدكتور مسراك وسيروا نالكم. علاش خايف هادشي؟ اشنو داركم يا ناس؟ اشنو داركم؟ فين واش سوقكم كاع تخرج دير انت ولا انت ديري منصه وتبدا تهضر على التهمي في هذا الشيء وتهلك الام وتهلك الولاد ديالها وتهلك المرحوم؟ رحمتك يا ربي وشكرتك يا ربي غانيني على هذا وكنترفع على هذه الحاله هذه. حنا تيدبروا نشكروا، انما انا كنوجه رساله لهاد الناس هادو اللي ما بغاوش يحشموا. راه ما عندكم، شوف رزق كيمكن لك تاكل خبيز في الحلال، ما تاكلش السحت، وراه عندك ولادك وعندك راجلك ولا عندك مرتك ولا عندك حياتك ولا عندك صحتك. خير شوف راه اللي كيطلب الناس اقسم بالله حتى كيتظلم في الدنيا قبل الاخره. اذا اجمعوا راسكم يا ناس وخيروا لنا. لا غتشوف انا بغيتكم تعاونوا، قلبوا الايه، عاونوا على كيفاش نصيبوا الحقيقه ديالنا وديال داك الناس. عاونوا فعلا. فهمتيني؟ ماشي نبقاو حنا خايدين في التفاهات حيت ما عندهم ما يقولوا، حيت كون كان عندهم شي حاجه تهدني او الله ما صاب